السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا حلوة جدا، هنعمل فطار حلو جدا ينفع معانا في المصايف، وكمان ينفع معانا في النوادي. وعلى فكرة ممكن كمان ينفع معانا أكنها وجبة برضو غدا. نغير بلاش يعني عن الفطار التقليدي كده اللي احنا كل يوم بنفطروه. مقاديرنا حلوة جدا. قبل أي حاجة انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، واشتركي في القناة وتكوني نورتي القناة بتاعتنا، وقوليلي بتتابعيني من انهي بلد. وشكرا لكل حد علقلي على القناة، بشكركم جدا جدا من قلبي. مقاديرنا حلوة جدا. لانشون، معايا 4 بيضات، ومعايا كمان موزاريلا وتركي وزيتون وعيش بالردة. تمام. اول حاجة معايا البيض، كسرت البيض كده طبعا. الكمية اللي تعجبك استخدميها. تمام. ومعايا عليها نزلت عليها بملح وفلفل اسمر. الوصفة حلوة جميلة جدا، محدش يستغربها. تمام. ونزلت عليها كمان باللانشون، قطعة كده صغيرة من اللانشون. تمام. مش حابة لانشون، براحتك، ممكن تستغني عنه. بس اللانشون حلو جدا، بستخدم لانشون حلواني. تمام. ونزلت عليه بالجبنة التركي المبشورة، وكمان نزلت عليه بالجبنة الموزاريلا، نزلت عليه بالزيتون. تمام. لغاية كده الدنيا حلوة جدا جدا. هقلب اقلب اقلب كل المكونات اللي معايا ديت، ولو حابه تضيفي اي حاجه تانية حطي، مفيش مشكله خالص. تمام. ومعايا العيش بتاعي ابو رده، فتحته نص فتحه كده من الجنب كده، وبدات ان انا انزل بالحشوه بتاعتي بنفس الشكل. وجبه سريعه جدا، ما بتاخدش في ايدينا وقت خالص. يعني انت لو في المصيف وحابه تقومي تعملي فطار كده لولادك بسرعه، تقدري تعمليه. ولو كمان في البيت برضو سريع جدا. هبتدي ان انا هحشي الرغيف بتاعي بنفس الشكل. بصوا شكله تحفة، شكله جميل جدا. طبعا هنعمل وصفتين معانا، او حشوتين معانا. دي كده كانت اول حشوة معانا في صينية في طاسة المتاح عندك. بنزل بمعلقة من السمنة. تمام. والنار عالية. تمام. وبنزل بالرغيف بتاعنا بنفس الشكل، لغاية ما ياخد لون من تحت ولون من فوق. هنا حطيت شوية من الفلفل الاسمر وشوية من الشطة، وبدأت اللي انا حمرت اللون دوت، اخد لون من تحت وهياخد لون من فوق. جبنة سايحة، اللانشون طعمه حلو مع البيض والجبنات والزيتون، طعمه جميل جدا. الحشوة التانية معايا جبنة شيدر. تمام. هنا يعني السندوتش دوت انا بعشقه بصراحة. يعني بصوا في منتهى الجمال، يعني اكتر سندوتش عجبني اللي بالبيض عجبني بصراحة، بس ده اكتر. تمام. لازم تطلع حاجة هي الاخدة رقم واحد كده في الوصفات بتاعتك. نزلت بقى بالجبنة الشيدر على الجبنة التركي على الجبنة الموزاريلا. بصوا جبنات، كلها جبنات على بعض. وكمان نزلت بالزيتون بتاعنا بنفس الشكل. يحشي بقى وتعايشي كده، والمتاح عندك حطيه، مش هيقول لا خالص نهائي يعني. تمام. ونزلت طبعا باللانشون بتاعنا مقطعاه قطع كده صغيرة بنفس الشكل، سهل جدا جدا. طبعا نزلت بقى بالايه، اخر حاجة معايا بالجبنة المثلثات مقطعاها قطع كده بنفس الشكل. الرغيف في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. نفس الكلام برضو نزلت في معلقة من السمنة كده، ونزلت عليه كده لغاية ما ياخد لون من تحت وياخد لون من فوق. شكله عالمي، شكله جميل جدا في منتهى الجمال. طبعا النار عالية، اخد لون من تحت وهياخد لون من فوق. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك لو وصلتي معايا لغايه كده. الفيديو بتاعنا صغير مش كبير، يعني مش كبير قوي عليكم عشان تقدروا تتفرجوا على الفيديو وتحطوا اللايك بتاعك. بصوا بقى الجبنه سايحه ازاي. بتك عليه طبعا عشان الجبنه تسيح معانا بنفس الشكل. طبعا مش هستكفى بكده، طبعا هخلي وش بيتزا. طب ازاي؟ هنزل بشويه من الزيتون. تمام. وكمان هنزل بشويه من الجبنه الموزاريلا بنفس الشكل، وعلى طول بنزل بالرغيف اللي احنا خلصناه وحمرناه. تمام. مجرد ما احطه الجبنه هتسيح والجبنه هتلزق في الرغيف على طول. وهنبتدي نقعد نتكه كده بالمعلقه عليه كده، عشان طبعا الجبنه تسيح
معانا بنفس الشكل. تمام، لغايه كده الموضوع سهل جدا. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، انا كل شويه بفكرك. هبتدي بقى الف والف لغايه ما الجبنه عندنا تسيح. حطي الكميه اللي تعجبك، عايزه تزودي زودي. احنا حطينا كميه متوسطه عشان نقدر نخلص الكميه اللي عندنا. وده كان اللون المظبوط النهائي للساندوتش بتاعنا. خلصنا كل الكميه عندنا بنفس الشكل وما خدش في ايدينا وقت خالص، وكان فطار جميل جدا. انا عن نفسي فطرت بيه، ولو عندي غدا ممكن اتغدى بيه، مفيش مشكله خالص نهائي. الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم، والفيديو خفيف كده ووصفة حلوة جدا. نقدر نغير عن الفطار التقليدي بتاعنا بتاع كل يوم. الجبنات انا عارفة ليه غالية شوية، بس لو عملناها يعني مرتين كده في الشهر تبقى برضو عملنا وصفة حلوة للولاد. وغيرنا كده وعملنا لهم حاجات حلوة. انزلي حالا حطي اللايك بتاعك، وما تنسيش الاشتراك، هتلاقيها كده على الشمال اتكي عليها وتكوني انضميتي لعيلتنا ان شاء الله الجميله، تكبر بيكم باذن الله. هسيبكم في رعايه الله، ومع السلامه.